الفائز هو بتنظيم كأس عالم 2022 قطر. قطر تفوز، قطر تفوز. يا مرحب أيها المشاهد. ليه نسخة كأس العالم اللي هتبدأ بكرة الساعة 7 هتكون أفضل نسخة في التاريخ؟ دي هتبقى واحدة من أفضل الحلقات اللي هنقدمها، لأن هيبقى فيها فرصة أقدم فيها مواهب الكروية اللي كتير منكم يعرفهاش. أنا مش هكلمك عن كم التطور اللي هتشوفه في النسخة دي من كأس العالم، سواء في المعدات اللي هتنقل لك البطولة أو في طريقة التقديم وجودة الماتشات اللي هتكون بالمناسبة مبهرة، لأن أنا مؤمن إن كل يوم بيعدي الدنيا بتتطور أكتر. فالنقطة دي إحنا مش هنتكلم عنها، إحنا النهاردة جايين نتكلم عن التفاصيل. في كمية أحداث أنت هتعيشها اليومين دول مش هتحصل غير مرة واحدة في العمر، ومش هتشوفها غير في كأس العالم قطر. هتلاقيني برسم لك تحت التايم لاين، تقدر تروح على الحدث اللي انت عايزه، او ممكن تتابع الحلقة كلها هتستمتع اكتر. The desert emirate of Qatar beat out Australia, Japan, South Korea, and the United States. President Obama says it was the wrong decision for the organizing body to pick Qatar over the U.S. The world was shocked that Qatar 2022 had won. The best bid for the 2022 World Cup was the U.S. bid. I was shocked and disappointed, but my immediate reaction was that they had bought this. من اللحظة اللي أعلن فيها جوزيف بلاتر رئيس الفيفا السابق عن فوز دولة قطر بتنظيم كأس العالم 2022 والدنيا اتقلبت. المجتمع الأوروبي ما كانش متقبل فكرة إن كأس العالم لأول مرة في التاريخ هيتلعب في الشرق الأوسط، وكمان هيتلعب في دولة عربية وكمان مسلمة. لا 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 كده ما ينفعش. غير إنهم مقتنعين إن كرة القدم هي حكر على المجتمع الأوروبي، وما ينفعش يطلع حد من براهم يتفوق عليهم أو يكون بارز في اللعبة، إلا إنهم فاهمين كويس إن كرة القدم هي أهم لعبة على الكوكب، وبتمثل بالمعنى الحرفي لمعظم الدول القوة الناعمة، قوة يقدروا من خلالها يدعموا الدول بعينها، يرفعوا شعارات غريبة عنك، وبسبب حبك وعشقك للساحرة المستديرة هتتقبل الأفكار دي واحدة واحدة، وهتبقى بالنسبة لك بعد كده عادية جدا. عشان كده يوم 2 ديسمبر 2010 وقت إعلان فوز قطر، الحملات بدأت تظهر. في اللي قالك إزاي أهم بطولة على الكوكب هتتلعب في بلد جوها حر بالشكل ده، وليه تجبر منتخبات زي منتخبات أوروبا وأمريكا الجنوبية إنها تلعب في جو بالشكل ده. وفي اللي زود على الكلام ده وقالك إن بعيدا عن إن الجو مش مناسب، البلد أساسا قد حبة اللب، يعني مش هتقدر تستحمل كم الزوار والجماهير اللي هتحضر كاس العالم، زائد ان دي دوله مصدر دخلها الاساسي هو النفط والغاز الطبيعي، يعني مضره للبيئه وغير امنه. الهجمات اللي من النوع ده فضلت مكمله شويه حلوين، ودي كانت اول مره تحصل في تاريخ الفيفا انه يحصل رفض جماعي للدوله المستضيفه. وعشان اثبت لك ان ده عبث مش هتشوفه غير معانا احنا بس، كاس العالم 78 كان معمول في الارجنتين. في الفتره دي البلد كانت عايشه في اسوأ فتره حكم عدى عليها. الجنرال خورخي فيديلا حرفيا كان مكربجهم، اللي كان بيقول له شنبك طول كان بيسجنه. البلد كانت خطر وقتها لدرجه ان اسطوره هولندا يوهان كرويف وقت ما اعترض على سياسه البلد وازاي كاس العالم يتلعب في بلد خطر زي دي، اتبعت له تهديد انه لو جه الارجنتين مع منتخب هولندا مش هيطلع منها، وفعلا الراجل خاف وما جاش. بعد ما المعارضين لقوا عدم استجابه لا من الفيفا ولا من دوله قطر نفسها، بداوا يهدوا شويه وبقوا مستنيين زينا بالظبط يشوفوا قطر وصلت لحد فين وايه اللي هتعمله عشان تنجح النسخه دي. هنا قطر اعلنت بكل الحب جاهزيتها لاستقبال كاس العالم والوعد بانها هتكون الانجح على الاطلاق، وبدات بقى ترد على كل الاسئله اللي قلناها من البدايه. بالنسبه للجو فالبطوله كده كده هتتلعب في الشتاء، ولو الشتاء بتاعنا حر بالنسبه لكم فكل الملاعب هتكون مكيفه. وبره الملاعب قطر عملت اول شارع مكيف في العالم عن طريق فتحات تهويه موجوده تحت الارض. اما عن اننا دوله صغيره قد حبه اللب، فانتوا بصراحه معاكم حق، انا ما اقدرش اوسع قطر اكتر من كده، ولكن اقدر ابني دوله جوه الدوله. قطر جهزت الملاعب والفنادق والمستشفيات والشوارع اللي تستقبل ضعف عدد الجمهور المتوقع حضوره، واللي تقريبا هيكون 23 مليون زائر. جنوب افريقيا في 2010 دفعت 3 مليار دولار بس عشان البنيه التحتيه، والبرازيل في نسخه 2014 دفعت حوالي 11.4 مليار دولار. اما قطر فدفعت اكبر مبلغ لتجهيز كاس العالم على الاطلاق 220 مليار دولار، ولو كان ممكن تدفع اكتر من كده كانت هتدفع اكتر. كل ده عشان بس تنجح النسخه دي باي طريقه وترد على كم الاتهامات اللي تعرضت لها الفتره اللي فاتت. صحيح الناس اللي كانت معترضه على قطر وشايفه انها دوله لا تستحق، اخبارهم ايه دلوقتي؟ لا 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 استنى، ما تفرحش قوي كده. قطر دوله عربيه حصل، ومسلمه حصل، ولا تعترف بحقوق المثليين. انا مش هقول لك غير حاجه واحده: have sex with other men. This is normal, so please get used to it or stay out of football. موضوع المثليين ده هو حرفيا اخر كارت ممكن يضغطوا عليك بيه لمجرد بس ابرازك قد ايه انت وحش وعدواني، بالرغم ان كاس العالم اللي فات كان في روسيا وبرضه ما كانوش معترفين بيهم زينا، الا ان ما حدش نطق. جايين على ارمط وتعملوا ابطال زي ما انت بتجبرني اشوف الاعلام في الملاعب واسمع الاراء اللي انت عايزني اسمعها، يبقى انت كمان مجبر لما تيجي عندي تحترمني وتحترم افكاري وثقافتي. وعلى راي عم الناس مش هنغير عاداتنا وديننا عشان 28 يوم، دول حتى ما كملوش شهر. احنا مش هنغير
ديننا ولا هنغير عاداتنا ولا قوانين بلادنا عشان 28 يوم. خليني بقى اقول لك ليه النسخه دي بالذات بتتعرض للهجمات دي لاول واخر مره في تاريخ كاس العالم. افتتاح كاس العالم اللي هيحصل بكره متوقع ان يتفرج عليه 3.5 مليار شخص، وانا اقصد فعلا مليار. انت فاهم العدد ده معناه ايه؟ تقريبا نص الكوكب. نص الكوكب هيشوف لغتك وهيشوف دينك وهيشوف ثقافتك وكمان لبسك. ولان قطر عارفه ان دي فرصه مش هتتكرر تاني، حرفيا برزت ثقافتها العربيه وثقافتنا الاسلاميه في كل حاجه تخص البطوله. الشوارع بقى فيها جدران عليها احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لتعريف الجماهير بالدين الاسلامي، عواميد النور عليها شكل فرع النخل، الملاعب نفسها واخده من ثقافه البلد. ملعب الافتتاح بكره اللي هيتلعب فيه ماتش قطر والاكوادور معمول على شكل الخيمه، استاد الثمامه متصمم على شكل الطاقيه او الجحفيه، فكل دي دعايه انت بتروج بيها لبلدك ودينك. فانت متخيل هم حاسين بايه دلوقتي؟ بما ان كاس العالم الجاي هيكون تعاون ما بين امريكا والمكسيك وكندا، فحملات من النوع ده ما عدتش هتشوفها تاني، وهتقول فين ايام قطر. اما بقى التفصيله الثانيه واللي من وجهه نظري صايعه جدا ومتاكد انها صعب تتكرر تاني، هي انك تقدر تحضر اكتر من مباراه في نفس اليوم. على قد ما صغر دوله قطر ممكن يتصنف من العيوب في مناسبه زي دي، الا ان قطر استغلته احسن استغلال. وقبل ما تبدا في تصميم الاستادات رسمت مربع على طول 235 ميل وزعت عليه كل ملاعب المونديال. حرفيا لو انت واقف في قلب العاصمه الدوحه، في ابعد استاد عندك هتقدر تروح له في نص ساعه. ملعب المدينه التعليميه مثلا هتقدر توصل له في ربع ساعه، هتطلع منه تروح على استاد خليفه في 7 دقائق. مفيش روقان كده والله. ابعد مسافه ممكن تقطعها من استاد للتاني هتكون حوالي 35 ميل، يعني 56 كيلومتر. عشان كده هيكون عندك فرصه عظيمه تقدر تحضر 4 ماتشات من دور المجموعات في يوم واحد. وبرده في ميزه ثانيه انك هتبقى اخر مره تشوف 32 فريق. عدد الفرق بدايه من النسخه الجايه هيزيد ل 48 فريق، فاللي هو الموضوع ممكن يمسخ شويه، هيبقى ملوش طعم، الموضوع هيبقى سهل، احنا ممكن نتاهل بعد كده يا رخيصه. Jugar en la selección argentina. يا جدعان، انا مستني كاس العالم عشان هو والله. اوسكار استاري حارس باتشوكا المكسيكي وصاحب ليونيل ميسي في المنتخب الف تصريح لصحيفه سبورت الاسبانيه ان ميسي لو ما خدش كاس العالم النسخه دي فكره القدم هتصبح غير عادله. الراجل من ساعه ما بدا مع المنتخب في 2005 والشعب منتظر منه تحقيق كل حاجه. على المستوى الفردي ليونيل ميسي واخد البالون دور 7 مرات ومحقق مع برشلونه كل الالقاب الممكنه، ومستواه حرفيا فضائي، وده زود الطمع اكتر عند جماهير الارجنتين. وليونيل ميسي بقى محطوط في ضغط اكبر لان في كاس العالم 78 ماريو كيمبس قدر يفوز مع الارجنتين بكاس العالم واتلقب وقتها بالماتادور الارجنتيني، وفي 86 مارادونا المعجزه فاز مع الارجنتين بكاس العالم للمره الثانيه والاخيره وبقى هو اسطوره الارجنتين الحيه. اما انت بقى يا ميسي عملت ايه؟ عمل ايه؟ بقول لك الراجل واخد بالون دور 7 مرات وعمل ارقام خرافيه في دوري الابطال. كل ده ما يلزمنيش. عملت ايه مع المنتخب؟ خدت بالك انت بفرق الطموح؟ اسطوره عندهم هو اللي يكسبهم كاس العالم. احنا بصراحه لو كان دخلنا كاس العالم ده كنا عملوه تمثال في الشارع. كل الكلام ده كان بيدور في عقل ميسي، وكل مره كان بيشارك فيها مع المنتخب كان بيحاول يعمل اي حاجه بس عشان يحقق حاجه مع المنتخب، ولكن دايما كان في علاقه دراميه حزينه جدا ما بين المنتخب وتحقيق البطولات وميسي. الراجل في كاس العالم 2010 خرج من ربع النهائي، وفي كاس العالم 2014 خسر النهائي قدام المانيا. يا هيجوايين وخسر نهائيين ورا بعض 2015 2016 كوبا امريكا قدام نفس فريق تشيلي. هنا بقى الجماهير ما قدرتش تستحمل وقالت لا، ميسي ما ينفعش يصنف انه اسطوره، وبقى يحرقوا تيشيرتات ميسي مع الارجنتين ويرموا صوره في الشوارع لانهم شايفين انه كان يقدر يعمل معاهم كل حاجه. لكن للاسف العكس هو اللي بيحصل. ميسي هنا ما قدرش يستحمل اللي بيحصل له مع المنتخب وقرر الاعتزال في 2016 دوليا وهو عنده 29 سنه. ازاي؟ الخبر ده عمل صدمه في الشارع الارجنتيني، واللي كان بيشتمه ويهاجمه كان يتمنى ان الخبر ده يكون كذب اكتر من اللي كان بيدعمه. الرئيس الارجنتيني وقتها طلع وقال ان احنا لازم ندعم ميسي لانه هديه من الله واحد ملذات الحياه. جماهير نزلت الشوارع وفي وقت المطر فضلت تطالب برجوع ميسي للمنتخب، وفعلا بيرجع ميسي مره ثانيه للمنتخب. في 2021 في بطوله كوبا امريكا بيفوز ميسي باول بطوله حقيقيه مع المنتخب الارجنتيني، كوبا امريكا قدام البرازيل. بعد ما الحكم صفر معلنا فوز الارجنتين كل اللعيبه بالجهاز الفني جريوا على ميسي لانهم عارفين ان لو ميسي كان خسر البطوله دي كان هينهار نفسيا. فوز ميسي بكوبا امريكا وتاهله لكاس العالم قطر خلى كل العالم متعشم ان ميسي يقدر يحقق الانجاز اللي كان بيحلم بيه من صغره، كاس العالم مع الارجنتين، خصوصا ان خلاص ده اخر كاس عالم
العالم ليه. فالعشم واصل ليفل الوحش، الاطفال والكبار في الارجنتين كلهم بيدوروا على البانيني الخاص بالمنتخب بتاعهم، وبالاخص بانيني كاس العالم قطر 2022. ولو انت مش عارف البانيني فده عباره عن البوم صور للاعيبه، بينزل البوم صور للمنتخبات والانديه، وكل سنه بقى بتلاقي اصدار جديد. بعض الصحفيين وصف ان البانيني بقى عامل زي الحمى اللي انتشرت من كتر ما الطلب عليها زايد، خصوصا نسخه كاس العالم. سعر كارت اللاعب الواحد وصل ل 490 دولار، وكارت ميسي الواحد ممكن يزيد 3 اضعاف في السوق السوداء، وده كله لان الارجنتين مقتنعه ان النسخه دي بتاعتهم. المنتخب فايق، ميسي خلاص بيودع كاس العالم، المجموعه شبه سهله مع اعتذارنا للسعوديه، فمفيش حاجه هتوقفهم. My dream is to win something for Portugal national team. But World Cup it's a dream. It's a dream. طالما سيره ميسي جت يبقى رونالدو سيرته لازم تيجي، انا حافظها كده. بالرغم ان كاس العالم السنه دي هو برضه الاخير لكريستيانو، الا ان الوضع معاه مختلف شويه. مدرب البرتغال فرناندو سانتوس موطي طموح الجمهور حبه لا حبتين، وتركيز رونالدو نفسه مش في افضل حاجه. مشاكله الاخيره مع مانشستر يونايتد حطته في حته كده مش ظريفه خالص، ومش ملائمه مع سنه بصراحه. بعد تصريحات رونالدو اللي قالها في لقائه مع بيرس مورجان، رونالدو بقى مطالب يعمل في كاس العالم اللي كان بيعمله مع مدريد في عزه، عشان يثبت للكل انه لسه موجود، ويقدر يقنع نادي انه يشتريه في يناير، ده لو ما مضاش لنادي بالفعل. اما بقى لو البرتغال خرجت من دور المجموعات بدري او حتى طلعت للنهائي ورونالدو ما كانش ليه الدور الفعال والمؤثر في الفريق، فاعتقد والله اعلم ان دي هتكون نهايه رونالدو. وبالنسبه لي دي نهايه انا ما اتمناهاش لواحد من اساطير اللعبه. انا كنت راسم سيناريو الاعتزال بالنسبه لكريستيانو رونالدو ان جماهير في مدريد بتعيط بدل الدموع دم وقت اعتزال، لكن الوضع اللي هو فيه حاليا يزعل بصراحه اي حد. لكن لو عملها بقى واحرج كل المتوقعين نهايته، فدي بصراحه هتكون افضل كومباك، والجدل اللي بينه وبين مانشستر حرفيا هيتحول لصالحه حتى لو هو اللي غلطان. عشان كده بصراحه انا مستنيين رونالدو على نار. نيجي بقى لاقرب نسخه كاس عالم لقلبي، واعتقد مش انا بس، دي ممكن تكون المحببه لكل جيل التسعينات اللي هو بدايه من 97 98 99. كاس العالم 2010 يا جماعه، النسخه دي انا عمري ما نسيت تفاصيلها. في وقت النسخه دي تم الاعلان عن فوز قطر بتنظيم كاس العالم 2022، واغنيه الافتتاح لحد النهارده لسه معلقه معايا، ما جاش ولا هيجي زيها. شكل الكوره بتاع البطوله نفسه لسه واخد حته من قلبي، ورقصه البافانا اللي عملها منتخب جنوب افريقيا في اول جون يدخلوه ضد المكسيك، ولا جون انيستا ضد هولندا في الدقايق الاخيره. لا يا جماعه، لا جامد، دي النوستالجيا الحقيقيه. ممكن في منكم يفضل نسخه 2006 اكتر، لكن انا 2010 تقريبا كده تابعتها كلها. تفتكر بقى كاس العالم السنه دي هيعديه؟ الله اعلم. في النهايه خلينا نقول اننا النهارده بنعيش اجواء مش عاديه، خصوصا احنا العرب، لان فرصه تنظيم كاس العالم في دوله عربيه او في الشرق الاوسط عموما مش هتحصل غير كمان 40 50 سنه، وانا وانت عارفين كده. لكن بالرغم من كده النسخه دي هتكون الابرز من نوعها. الهجمات والحملات اللي اتعملت على قطر فعلا عمرها ما هتتنسي، حضور اكتر من مباراه في اليوم ومعايشه الاجواء تقريبا طول اليوم، دي هتكون حاجه استثنائيه. اعتزال 2 من اساطير كره القدم ميسي وكريستيانو هتكون في النسخه دي، كل حاجه هتكون استثنائيه فعلا. عشان كده كان لازم نركز عليها ونتكلم عنها. اتمنى تكون حلقه كاس العالم عجبتكم، ويا ريت ما تنسناش بقى باللايك وسبسكرايب لو انت على اليوتيوب، ولو انت على الفيسبوك يا ريت ما تنسناش بالشير، واستنونا الحلقه الجايه عشان هنرجع خلاص لشغلنا القديم، وهنعمل حلقه عن البلاك هول هترعبكم. واشوفكم الحلقه الجايه على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.